أهلا بكم أحبتي المشاهدين في حضرة الطف. ضيفي لهذه الحلقة الفنان القدير الدكتور ميمون الخالدي، عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة البيان. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك. دكتور، نتحدث اليوم عن قضية الإمام الحسين بأكثر من جانب، فنيا كان أم إنسانيا وحتى ملحميا. وسؤال جدا مهم، 72 شخص قلة قليلة، كيف تمكن 72 شخص فقط من تغيير العالم؟ يعني باعتقادي أنه الذي حصل في الطف هو شيء خارج حدود المنطق. نعم. أن قضية الحسين عليه السلام، يعني توهم البعض أن الأمويين انتصروا في حين الذي انتصر الإمام الحسين باستشهاده. نعم. أن حرك ما كان مستقرا وثابتا على الانحرافات الكبيرة اللي أصابت الدين الإسلامي كمنظومة حكم أموي. نعم. لذلك 72 أصحاب الحسين، يعني العقيدة والفكر كان أكثر من السيف. يعني نعم، السيف قد حصد الرؤوس جميعا، نعم، ولكن لم يستطع أن يحصد الفكر. القضية التي بدأت تنتشر منذ ذلك الوقت، على فكرة مو بعدها بسنوات أو قرون، لا، نعم. في نفس اللحظة التي استشهد بها الإمام الحسين عليه السلام. ولو أني يعني هذا وجهة نظر خاصة، مو مدخل فقهي، ولكن العالم بدأ يتغير. نعم. عند الأمويين نفسهم، وكثير من الحوادث اللي بها أصبح يعني تحول في أفكار كثير من أمراهم. نعم. طيب دكتور، إن كنا نتحدث عن تلك الحادثة من الناحية الزمنية، من الفترة المرحلية التي كانت سنة 61 للهجرة تحديدا، لكن قضية الحسين ما زالت مستمرة حتى الآن وستستمر وستبقى. هنا يبرز سؤال جدا مهم، ما الذي يجعل من قضية الإمام الحسين مؤثرة حتى بعد مضي ما يزيد عن 1400 سنة؟ يعني أنا أعتقد نعم. أن الغاية كانت هي هذا، يعني الهدف، يعني خروج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة نعم إلى مكة، ومن ثم من مكة إلى العراق. هل كان لا يعرف أو لا يعلم ما الذي سيحصل؟ لا، يعرف جيدا، ولكن هنالك يعني تحريك لمنظومة فاسدة، لمنظومة بها انحراف كبير. نعم. هذه المنظومة يعني تحركت منذ لحظتها كما قلت قبل قليل. نعم. وستبقى إلى أن يعني يجد هذا العالم، أو حسب وجهة نظرنا، نعم، الآن يظهر من يعيد لهذه الأرض العدل ورفع الظلم عند ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. على المستوى الشخصي دكتور ميمون، ماذا غيرت فيك قضية الإمام الحسين؟ كثيرا. شوف، أنا يعني بصراحة عندي وجهة نظر نعم في كيفية تسويق قضية الإمام الحسين إلى الناس. يعني احنا أصبحت عندنا مسلمات، نعم، بمظاهر وطقوس اللطم والعزاء والمشي ولكن أنا باعتقادي أن أهم
أفرزتها قضية الحسين، هي جوهر القضية. لماذا خرج الإمام الحسين؟ نعم. هل كان يطلب هو سلطة؟ لم تكن السلطة يعني إحدى مشاريع الأساسية. هو نفسه يقول إنما خرجت لا أشرا ولا بطلا، نعم. ولكن خرجت لكي طلب الإصلاح في أمة جدي. في أمة جدي. نعم. هذا الإصلاح حقيقة، أنا يعني هاي رأيي، قد يخالفني آخرين من الباحثين أو من الآخر، نعم. أنه يعني أن الإسلام أصبح مو سلطة دين على مجتمع كامل، إنما كان يعني أداة لتسخير السلطة الدنيوية لدى الأمويين. يعني ما لهم علاقة بالدين، ما لهم علاقة. كل تصرفاتهم، كل ما كان ينم عنا، يعني يكفي أنه هم قتلوا ابن بنت رسول الله. يعني هاي الجرأة وحتى تكفي أنه هم ذهبوا بعيدا في الانحراف في الدين الإسلامي. فأنا باعتقادي أن قضية الحسين عندما نستخلص منها هاي الدروس والعبر الكبيرة جدا، سنجد أننا خلقنا مجتمعا متماسكا مؤمنا بنفسه، مبني على الوقوف بوجه الظلم، العدل، عدل علي بن أبي طالب. نعم. يعني كل ما هو من شأنه أن يخلق من الإنسان المسلم شخصية مزيفة ستنتهي عندما يعرف لماذا خرج الماء. يعني احنا بدأنا نعيد ما نسميه أحيانا نحن بالقشور، وتركنا اللب هو أن نخلق مجتمعا قائم على رفض الظلم مثل ما رفض الإمام الحسين. نعم. أن يقف ضد كل الفساد اللي ظهر. عندما أتيت يعني حتى دين محمد نعم. صلى الله عليه وسلم، لما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق انتهت مكارم الأخلاق. نعم. إذا بالتالي يجب أن نعكس قضية الإمام الحسين بكل القيم والمثل العليا السامية اللي تحملها على حياتنا اليومية ومجتمعاتنا. نعم. أنا تعلمت من الحسين أن أكون صادقا. نعم. ورفضت الكذب، وعرفت أن الحق له طريق واحد وليس متعدد الأشكال. نعم. يعني قضية الإمام الحسين قد منحت من يشتغل بالوعي وبالعقل ويستثمر عقله ووعيه، منح الكثير مما تبعد عن الفساد وعن المظالم وعن هذا المجتمع المتهرئ. نعم دكتور، بما أننا يعني وصلنا إلى قناعة ماثلة أمام الجميع بأن قضية الحسين خالدة ومستمرة وملهمة لكافة المجتمعات، خاصة المجتمعات الإنسانية، سنحاول بالجزء الثاني من حوارنا أن ندخل بإسقاطات مجتمعية على عصرنا الحالي. أين نجد قضية الإمام الحسين وأين نستلهم منها؟ ولا ننسى أن هنالك أعمال فنية ومسرحية كثيرة شاركت بها تناولت قضية الإمام الحسين، أيضا سنخصص لها جزءا مهما من هذا الحوار. انتظرونا أحبتي المشاهدين، هذا الحوار الشيق مع دكتور ميمون الخالدي بعد الفاصل.
بعد الفاصل هذه عودة لتكملة حوار اليوم مع عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة البيان الدكتور ميمون الخالدي. دكتور ميمون، كنا نتحدث عن الواقع اليوم والمجتمعات وكيف من الممكن أن تستلهم من قضية الإمام الحسين، وكم هي بحاجة بالأحرى إلى حسين آخر ودم حر ومنتفض لكي تخرج من ظلمات الظلم. أين تجد كربلاء معاصرة اليوم برأيك دكتور ميمون؟ يعني السعي نعم في أن نخلق هذا المجتمع المتطهر المثالي يعتمد قيم الإمام الحسين هو سعي إلى الواقع. نعم، لكن في ظل الظلم موجود. نعم، في ظل الظلم الذي تمر به الكثير من المجتمعات الإسلامية من هجمات ثقافية وحتى عسكرية. نعم. هنالك الكثير من الطف في غزة مثلا، في غيرها من المجتمعات. ترى أخطر ما يواجه الغرب نعم وتواجه إسرائيل وأمريكا هو أن تنبلج الشمس عن أهم مرتكزات قضية الحسين، لأن هي بالنسبة لهم هي الرعب. نعم. لأن هم يشتغلون ضد ما قام به الإمام الحسين قبل 1400 سنة. يعني هم بصراحة ما يجري الآن في المنطقة العربية وما يجري من جرائم تندى لها جبين الإنسانية هذه ضد مبادئ الإمام الحسين عليه السلام. نعم. يعني هو قام لكي لا تكون هذه الجرائم الكبرى وهذا الفساد وهذا الزيف الإنساني. أحيانا هناك زيف إنساني. نعم. تجد كثير من الأمم تقف إلى جانب المعتدي والقوي وهذا زيف. فلو ننتبه قليلا ونذهب إلى جوهر ما أراد الإمام الحسين لكي يكون هو الرسالة. نعم. الاجتماعية الإعلامية وحتى الفنية. يعني أنا مثلا ما زلت مصر على أن العراق ينتج مسرحية الإمام الحسين ثائرا وشهيدا مع نعم. الدكتور عبد الرحمن الشرقاوي، لكن برؤية عراقية. لا، هي أصلا مكتوبة. هو أصلا النص، رغم أن المؤلف مالته مصري معروف كأديب وكذا، ولكن أنت تقرأ النص من خلال المكان. والمكان هنا. نعم. نعم، هو يبدأ في المدينة وينتقل إلى مكة، لكن يأتي إلى العراق، فالمكان هو المهيمن. فأنت في حضرة العراق. نعم. سواء يعني بشكل مباشر أو بالتلميح. النص أنا يعني من أمنياتي، ومع الأسف الشديد جاي يعني أقول وأحكي حول هذا الموضوع وأثير به مؤسسات دينية كبرى عندها القدرة، ولكن ماكو استجابة مع الأسف الشديد. في حين هذا النص الشعري الهائل نعم يحمل كل ما خرج من أجله الإمام الحسين، من يقول أنا ضد الفساد وضد الظلم. نعم. وضد ما انحرف في دين جدي. في النص كلها يعني تجسيد لهذه الأفكار. نعم. دكتور، شاركت بالعديد من الأعمال التي تناولت قضية الإمام الحسين وواقعة الطف. برأيك ما أبرز هذه الأعمال؟ يعني أنا بالنسبة لي نعم قدمت أعمال لها علاقة، بس أنا إلى الآن أرنو إلى هذا سقف الطموح أعلى بكثير. نعم. كلها لم تلامس الجرح الحقيقي للإمام الحسين. احنا علينا أن نقدم عمل نعم يثير الناس، مو فقط الشيعة، لا يثير الآخر، والآخر متعدد. إذن بالتالي كيف تقدم واقعة الطف من منظور الآخر؟ كيف تقدمها لبقية العقائد والمذاهب الإسلامية، وكيف تقدمها لبقية الديانات؟ هو عندما نستخدم العقل والوعي نعم
ونبتعد عن العواطف، ونبتعد عن الخرافة أحيانا، ونبتعد عن المبالغة، نعم. وندخل في صلب الموضوع. وهذا ما كنت أنا مع اعتقادي، يعني وجدت في الحسين ثائرا وشهيدا، هي جزء بس هو نص واحد. نعم. لعبد الرحمن الشرقاوي. يعني مع الأسف الشديد في مصر اشتغلوا بالسبعينات ولم يوافق الأزهر عليه. نعم. ومنع، لكن هم قدموا حوالي 14 عرض جنرال للناس، مو للناس، للمثقفين، نعم. للفنانين، لبعض الأدباء، وشافوه، وكان عمل جبار. لكن دكتور، لكي يصل إلى أكثر عدد من المتلقين يجب أن يأخذ قالبا سينمائيا. شوف، أني هذا موضوع السينما. نعم. يعني قمت بهذه التجربة قبل سنوات من الآن، إنما كلفتني الجمعية الأدبية من خلال إشارة المرجعية لهم، نعم. أنه هذا النص يعني كان نص مقدمة أحد المخرجين الإيرانيين، وحتى وضعي له ميزانية ويردون يشتغلون، فقالوا لهم شوفوا خبير خلي يعطيكم صلاحية النص. فأنا كنت القبيل. نعم. فأنا موافق. شنو السبب؟ ليش؟ السبب لأنه يتعارض مع فكرة مخاطبة الآخر. أنا الآخر يجب أن أستوعبه. نعم. يجب أن أسحبه إلى منطقتي دون أن أهاجمه. نعم. من أهاجمه راح يشرد وراح يعافني. نعم. في حين أنا الآخر اللي آخر يهودي، مسيحي، بوذي، الآخر نعم. مو فقط من أبناء العامة، يعني آخر متعدد. نعم. فأنا لازم أسحبه إلى منطقتي. ولذلك السينما، يعني حتى يعني نستخدم السينما كوسيلة من وسائل الفن في تسويق موضوعات الإمام، لازم نقدمها بأبهى صورة. بالتأكيد. يعني إذا كان فيلم الرسالة يعني عنوان كبير اللي قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم. ومن بعد مجيد مجيدي عندما قدم محمد رسول الله، وأيضا بشكل عالي مثلا. فعندما نأتي إلى موضوعات لازم نوفر لها كل الإمكانات بما فيها قدرات هوليوود حتى نقدم شيء مقنع يثير ويفهم. برأيك هذا صعب دكتور؟ ما لا والله مو صعب، نحتاج فقط نيات. نعم. نية. واحنا مع الأسف الشديد احنا نصرف أموال طائلة ولكن ليس في محل، ليس في مكان. احنا نستطيع. وبعدين الفيلم لما رفضناه وراحوا واشتغلوه أحمد حسن رضا المخرج في إيران، ما ظهر بالشكل اللي يعني فعلا توقعاتي كانت صحيحة عن الفيلم، ما صار. احنا لا، لازم نقدم فيلم عن قضية الإمام الحسين مثيرة شكلا ومتقنة تقنيات، وبنفس الوقت كيف نحمل الفكر، فكر الإمام الحسين لمخاطبة الآخر. برأيك الممثلين سيكونون فقط عراقيين أم سيكون العمل مشترك؟ أبدا. ليأتي الممثل من أي مكان ما من العالم، مو هذا المهم. المهم الأفكار التي تصاغ بشكل راقي جدا، والتقنيات، بحيث من يجلس المتلقي يشاهد سينما ينبهر ويستمتع ويتأثر. مثل ما يعني أنا مثلا شفت الرسالة في فيلم جبار. نعم. لكن من شفت محمد رسول الله لمجيد مجيدي، واللي كان أصلا يريد يشتغل في العراق، وكنت أنا ملتقي به على أساس لوكيشناته كلها في الحيرة وفي صحراء النجف. نعم. بس مع الأسف ما أعرف شنو الظروف اللي خلته يرجع يصور بإيران، بس طلع فيلم جبار يظاهر رسالة. ليش؟ لأنه كان به فكرتين: فكر دقيق وتقنيات عالية حملت هذا الفكر حتى تقدمه المتلقي، لأن المتلقي يستمتع.
بالتأكيد. طيب من أي جانب نتناول واقعة الطف؟ زاوية المعالجة جدا مهمة بالأعمال الفنية، والطف كلها رسالات ودلالات. البداية من أين ستكون؟ شوف، الصراع نعم. باعتباره هو الذي يتحكم بالدراما. في أين الصراع؟ الصراع هو الأصل، نعم. والمقدمات يعني ما يسمى بالاستهلالات والذروة وخلق عقد. أصلا هي الموضوع تمتلك هذه الشروط، لأنه الوليد بن عتبة والي يزيد على المدينة طلب الإمام الحسين، قال ما نطلب منك سوى كلمة، نعم. ما أيسرها كلمة، قل بايعت واذهب إلى جموع الفقراء. الإمام الحسين شوف ايش قال له، وهذا النص مال عبد الرحمن الشرقاوي، يعني هذا مو بالضرورة أن يكون نفس الكلام اللي قاله الإمام الحسين، نعم. بس هذا كلام عبد الرحمن لأن أعطاه الفكر العالي. قال له كبرت الكلمة، ما دين الله سوى كلمة، ما شرف الله سوى كلمة، ما شرف الرجل سوى كلمة. أتعرف ما معنى الكلمة؟ دخول النار على كلمة، ودخول الجنة على كلمة. الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية. هذا كلام راقي. نعم. توصيف عالي بالضبط. نعم. فالآن باعتقادي النص موجود، يعني تدري والسينمائيون موجودين، مو بالعراق قصدي يعني. نعم. يعني موجودين، لكن نحتاج إلى إرادة حقيقية ونوايا نحتاج حقيقية. إلى نيات صادقة. دكتور نستكمل أكثر لكن بعد هذا الفاصل. من بعد الفاصل أعزائنا المشاهدين نعود لتكملة هذا الحوار. دكتور ميمون، لو قابلت يزيدا اليوم لنفترض، ماذا ستقول له؟ شوف، في مسرحية حور الرياحي عندما يجلس الشمر على صدر الإمام الحسين، نعم، يقول له أنت عبء من الطهر. نعم. ما يعني شلون؟ فأقول ليزيد أنك قد ثلمت الإنسانية من جوهرها، أنك دمرت دين محمد. يعني يزيد ليست له علاقة، يزيد سلطة جاءت من أبيه الذي لا يمتلك شرعية السلطة. نعم. وعاثوا بالأرض فسادا. يكفيه أنه يعني قد مات مع قرودة في الصحراء وهو يبحث عن شربة ماء. نعم. فما يقول لها شوف، على فكرة يزيد موجود في كل زمان. أين تجد يزيد اليوم؟ أين تجد؟ عند كل الطغاة.
نعم. عند كل المنحرفين، عند كل الفاسدين تجد يزيد، عند كل من ليس له حرمة في الدين طبعا ستجد يزيد موجودين في كل فترة. ولذلك الإنسانية تعاني. يعني الإمام الحسين من سنة 61 هجرية، نعم. هذا الآن وين؟ الإنسانية تعاني. ولو كان الإمام الحسين موجودا بيننا اليوم على أي ظلم كان سينتفض. والله كثير، يعني حقيقة. نعم. عندما لا تخدم الناس وتخدم شعبك أنت ظالم، عندما تسرق قوته نعم. أنت فاسد، عندما تفكر بنفسك فقط فأنت يزيد، عندما تجد جموع الفقراء. هو قال له قل بايعت واذهب إلى جموع الفقراء، لأن الإمام الحسين كان يهم جموع الفقراء مثل ما كان يهم الإمام علي من تربى في حجره أن يدور ليلا على البيوت لكي يطعم الناس. فكل ما تجد هكذا حالات ستقول أن هنالك يزيد موجود بثوب آخر. واقعة الطف مراحل، سواء في ذلك الزمان في تلك السنة المشؤومة 61 للهجرة وحتى هذه اللحظة. في تلك السنة انتهت المعركة لتتحول إلى مرحلة أخرى بقيادة زينب عليها السلام. كيف حولت السيدة زينب عليها السلام هذه المأساة إلى تغيير وقوة؟ ما هي كما قلنا بالجزء الأول. نعم. أن انتصر الإمام الحسين منذ لحظة استشهاده، وكانت السيدة زينب عليه السلام هي حاملة لواء إشاعة الفكر أو الإعلام خلينا نقول، أو لأن تقول الحقيقة للناس. فهي طبعا هي أخت أخيه. نعم. وابنة أبيه هي زينب. دكتور، هل تعتقد أن التضحية من أجل المبادئ ومن أجل المثل والقيم العليا ستختفي في المستقبل؟ شوف، جل ما يخشى أن تتحول المجتمعات إلى مجتمعات تقنية تذهب الروح فيها، تدجين المجتمعات بواسطة التقنية فيها. وما الآن طغيان الذكاء الاصطناعي هو واحد من هذه التقنيات التي لن تدع مجالا للعقل البشري أن يشتغل. دكتور، بما أننا نأخذ إسقاطات على الواقع، إلى أي مدى هذه التقنيات والقائمين عليها، وإحنا نعرف أنه الغرب واليهود هم القائمين على هذه التقنيات التي تغيب عقول المجتمع الإسلامي الواعي، إلى أي مدى تشابه إعلام يزيد الكاذب الذي كان يبث إشاعات عن آل البيت ويقول أن هؤلاء السبايا مثلا خوارج وغيرها، في مقابل إعلام زينب عليه السلام؟ إلى أي مدى يشابه هذا التغييب الإعلامي؟ لا حقيقة، يعني شوفي ليش قلنا الأفكار هي التي تشتغل. نعم. لكن الوسائل هي التي تختلف، لكن الأفكار هي واحدة. هو تشويه الحقيقة، هو يعني إفساد عقول العامة من الناس التي لا تشتغل بالعقل، تشتغل بالعواطف. نعم. يعني أنا باعتقادي أن المجتمع الإسلامي، وهذا ما يقولوه كل خطباء المنبر العظام الفقهاء، أنه دائما يقول نشط العقل البشري لكي يكتشف الحقائق ويعرف زين. ما نظل احنا يعني بالعواطف التي
ستنتصر عليها التقنيات. دكتور ميمون، الإمام الحسين عليه السلام واجه يزيد وانحرافاته وإعلام الكاذب بالكلمة ومن بعدها السيف. بماذا نواجه الظلم اليوم؟ بأي سيف برأيك؟ بالوعي، بالعقل، الثقافة، بترك مجتمعات الأمية والجهل. نستطيع، لأن الإمام الحسين عليه السلام حتى في لحظة خروجه كان يبغي العقل. نعم. يريد لعقول المسلمين أن تشتغل بشكل صحيح، وإلا قال لهم ارجعوا إلى أنسابكم، ارجعوا إلى حقائقكم. نعم. داخلية، عوفوا هذا وهذا. فقصدي هنا يبغي أن يشتغل الإنسان بعقله. وما أحوجنا طبعا مسؤولية من بناء العقول اليوم في ظل كل هذا التغييب الذي يمارسه الغرب؟ مسؤولية الجميع بدون استثناء، قيادات ومنظمات ومؤسسات ومفكرين وعلماء وقادة. علينا أن لا نكذب، علينا أن لا نكذب، أن نقول الحقيقة كما أراد الإمام الحسين، مو غطاء. إحنا دا يصير عندنا غطاء كبر. نعم. وهذا ما يدمر المجتمع الإسلامي. لذلك أقول أن في المستقبل عندما نستثمر العقول بشكل واعي صحيح سنقف ضد كل هاي الحركات الماسونية. حركات والشباب هم خير سلاح لذلك وللتوعية وتنشيط العقول. كيف من الممكن أن يستلهم شبابنا اليوم العبر والدروس والقيم من قضية الإمام الحسين؟ عندما نقدم له ما يثري أفكار من قضية الإمام الحسين، مو فقط نتوقف على، وهذه مطلوبة. هذا بالنسبة لي أقول اللطم، الحزن، الرواديد، المشي، أوكي، هذا مو ضد. نعم. بس لا تصير هي الغاية وهي الهدف. لا، الغاية والهدف هو أن نوعي هؤلاء الجيل الجديد. نعم. من الشباب، من الناشئة، من أنه الحسين قد خرج لهذه المبادئ وأعطى دمه وعائلته وأصحابه وهو يعلم. نعم. هاي عندنا بالدراما وبالمسرح البطل التراجيدي صفاته أن يذهب إلى حتفه بإرادته. نعم. والإمام الحسين هو نموذج للبطل التراجيدي بالفعل الذي ذهب وواجه مصيره بنفسه، لم يخف. نعم. ضيفي العزيز عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة البيان الفنان القدير دكتور ميمون الخالدي، شكرا جزيلا على هذا الحوار. أنا أشكركم وأشكر الإشراق. وهذه البرامج في الحقيقة هي التي ستزيد في إثراء الشباب الحقائق الصحيحة. حياك الله. لكم. كذلك الشكر موصول لكم أحبتي لحسن المتابعة. إلى اللقاء.